السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وصفات فارس بتيت كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحريرة المغربية على اصولها. الحريرة اللي كتجي هماوية، كتجي مقومة، كتجي لذيذة بطريقة بلدية، يعني الطريقة القديمة اللي كانوا كيصايبوا مواتنا وجداواتنا، ما كانوا لا مواكن فاش كنطحنوا الربيع على حتى شي حاجة. كما قلت لكم ما كانوا لا يعني ماكينات اللي كنطحنوا فيهم يعني الربيع ولا ديال المطيشه ولا ديال كل شيء، كانوا كيصايبوا كل شيء على الايد. وكانت الحريره ديالهم كتجي بنينه. اليوم استعملت هنايا نفس الطريقه، درت كل شيء يعني بلدي. كل شيء صايبته على يدي، يعني ما طحنت ما حتى شي حاجه. المهم هنايا طلعت واعره، المذاق ديالها ما تشبعوش منه صراحه الله. المهم تبعوا معايا المقادير وكيفيه التحضير. عندي هنايا كوكوت اولا طنجره الضغط. هنايا حكيت مطيشه شديتها وحكيتها بطريقه عاديه جدا. المهم عندي هنايا 5 ديال المطيشات كبار، حكيتهم. المهم في الحكاكه الرقيقه، نتوما الا بغيتو تصفيوهم تحيدوا منهم الزريعه ممكن. عندي هنايا واحد البصله اللي متوسطه في الحجم ديالها، حكيتها حتى هي في الحكاكه الرقيقه. عندي هنايا الحمص اللي مرطبه ليله من قبل. عندي هنايا زلافه، المهم الكميه على حسب الاختيار. وهنايا عندي الربيع. المهم هنايا عندي ربيطه ديال الكرافس، ربيطه ديال المعدنوس، وربيطه ديال القزبر. المهم هنايا قطعتهم غير بيدي هكا بالقطعه ديال الايد. حاولت انني نديرهم شويه رقاق. المهم درتها بالطريقه البلديه اللي كانت كتعجبني بزاف ملي كناكلها، يعني عند الناس القدام صراحه كتحمقني. هنايا خليت واحد شويه ديال القزبر اللي غادي ندوروا به الحريره ديالنا في الاخير. هنايا عندي قطعات ديال اللحم اللي قطعتهم هكا طريفات صغار. المهم الكميه على حسب المتوفر دائما. هنايا عندي كاس ديال العدس اللي نقيته وغسلته وصفيته، هنايا عبرت كاس ديال العنبه. وهنايا عندي القليل من زيت الزيتون. المهم ما تكثروش الزيت، الحريره ما كتبغيش الزيت بزاف. وهنايا في التوابل عندي ملعقه صغيره ديال الملح، نصف ملعقه ديال الابزار. هنايا عندي ملعقه عامره ديال الخرقوم البلدي، الخرقوم عرق. وهنايا عندي ملعقه عامره ديال السكينجبير. المهم سكينجبير هنايا مطحون على الايد. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال المساخن. المهم الحل ملي كيبدا يبرد كنحتاجو المساخن الصراحه، كيجي المذاق ديالهم واعر، كيتواتى مع الحريره. هنايا عندي 2 معالق كبار ديال المطيشه د الحك اولا طماطم المركزه. المهم في الاخير غادي نزيد واحد الملعقه اخرى، غادي نوريكم فوقاش. هنايا غادي نحركوا كل شيء على البارد وغادي نديروهم مباشره فوق النار باش يتقلاو لينا دوك العناصر مزيان. هنايا خديت واحد الكاس اللي درت فيه كاس ونص ديال العنبه ديال الماء. المهم الماء بدرجه حراره الغرفه، ماشي دافي ما والو. هنايا غادي ندير فيه الدقيق. بالنسبه للدقيق هنايا خديت 4 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين مقببين كما كتلاحظوا معايا. غادي نديرهم في هذا الكاس هذا اللي غادي نطحن فيه. المهم او غادي نزيد هنايا ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم. هنايا تقدروا تطحنوا اولا تحركوا غير بالفوي اولا بالفرشيطه، المهم باش تبقى هكاك في الاطار البلدي. انا هنايا استعملت الميكسور. المهم ماشي ضروري، غير كنطحن مزيان باش ما يبقاوليش دوك التكتلات ديال الدقيق. هنايا طحنته مزيان وخليته على جنب. المهم الحريره هنايا كتقلى. هنايا طحنته خليته ابار. هانتوما هنايا جانسوا ليا العناصر كلهم مزيان صافي. غادي نخليه على جنب. دابا مباشره غادي نشوفوا الحريره ديالنا. المهم غادي تلاحظوا بانني قلبت الكوكوط الصغيره في هذه اللي شويه كبيره باش نروي. هنايا غادي نروي هنايا بالماء غليان. خفت يعني تجيني ديك الكوكوط صغيره اولا. المهم هنايا تقريبا واحد 3 لتر ديال الماء يكون غليان. صافي كنحركوا الحريره ديالنا وكنديروها هنايا مباشره فوق النار تكمل الطياب ديالها. هانتوما المهم انا سديت عليها في الكوكوط. ديك الكوكوط كتشد شويه الوجه كتبين داكشي علاش ما كنبينهاش معكم. هنايا من بعد ما حليت المهم حتى دازت واحد 35 دقيقه وحليت عليها. المهم هانتوما الحمص كما كتشوفوا الحمص هاري ودوك الحيمات دوك القطعات ديال اللحم يعني طايبين. دابا مباشره غادي ندور الحريره ديالي بداك الخليط ديال الدقيق والطماطم المركزه اللي طحناه وخليناه على جنب. هنايا غادي نبقاو يعني كنحركوا باستمرار باش داك الدقيق ما يهبطش لينا للقاع ويتحجر اولا يلصق في القاع ديال الكوكوط. المهم هنايا انا شللت شويه داك الكاس اللي طحنت فيه وخويت داك الخليط. هنايا غادي نخلطو مزيان وغادي نخليوها يعني تكمل الطياب ديالها.
هانتوما هنايا عاود تقلبتها في واحد الكوكوط صغيره حيت جاتني غارقه ما مساعدانيش للتصوير. المهم ماشي مشكل صافي. المهم هنايا هانتوما هنايا طلعات فيها الغليه طاب ليا داك الدقيق. المهم حاولوا طيبوا داك الدقيق مزيان باش ما يضركمش يعني في كرشكم. هنايا داك القزبر اللي كنا خليناه على جنب غادي نضيفوه في هذه المرحله هذه باش يبقى المذاق ديالو باين وكيعطي يعني المذاق زوين في الحريره. تقدروا في هذا الاثناء هادو تضيفوا السمن. انا السمن كنخليه حتى الاخر. المهم ضيفوا السمن. هانتوما هنايا ضفنا داك القزبر صافي حركنا. دابا غادي نضيفوا واحد 2 معالق كبار ديال الشعريه الغليظه. المهم لكم الاختيار، انا كيعجبني ندور بها الحريره ديالي. المهم ما تكتروش وصافي باش ما تجيش يعني باينه بزاف، حيت هي منين كطيب كتزيد تغلاض باش ما تجيكمش باينه هكا مزيان بزاف في الحريره ديالكم. المهم انا درت 2 معالق يعني يكفي. وهنايا سمحوا لي وصافي على الغوات ديال ولدي الصغير كان مونطي هو معايا، سمحوا لي وصافي. المهم هنايا كنبقى نحرك يعني الحريره ديالي باستمرار باش ديك الشعريه ما تهبطليش للقاع وتكور. هنايا هانتوما شوفوا معايا الحريره ديالي طابت هي كما كتلاحظوا يعني نقصات هبطات. المهم هذا هو القوام اللي كيعجبني انا في الحريره. نتوما الا بغيتوها اخف من هكا تقدروا تزيدوا ليها الماء يكون غليان. هنايا في هذه المرحله هذه كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال السمن. المهم الا عندكم السمن حار بزاف غادي تضيفوا غير راس معلقه. المهم انا عندي السمن عادي شريته يعني هكا وصافي، ماشي ديال الايد، ماشي يعني بلدي 100%. المهم ضفت نصف معلقه هكاك ما عامراش. دابا غادي نطفي عليها صافي. الحريره ديالي طابت غادي نخليه يعني يعطي ديك النكهه ديالو مباشره. بعد ما طابت لي الحريره ديالي هنايا صافي يعني خويتها في هاد السوبيره هذه اللي غادي نقدم فيها ونحطها فوق الطبله. المهم الحريره ديالي جات زوينه الصراحه. المهم نتوما ضيفوا الملح. انا ضفت ملعقه صغيره في الاول معكم وعاود ضفت الملح. المهم الملح كيبقى على حسب الذوق. هانتوما شوفوا معايا الحريره ديالي مقومه لذيذه بنينه ما تشبعوش منها الصراحه. جربوها بهذه الطريقه هذه راها جد سهله. نتوما الا بغيتوا تقطعوا الربيع ديالكم اولا تطحنوه لكم الاختيار. انا عجبتني بهذه الطريقه البلديه وصراحه كتعجبنا هكا في الدار بهذه الطريقه هذه. المهم ديروها وجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم بالصحه والراحه ليكم ولوليداتكم ومعز عليكم. هانتوما لاحظوا معايا الصراحه جات بنينه البنات. سمحوني اللي كتوحم تسمح لي اللي قريبه مني مرحبا بها على الراس والعين. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو راقكم ونال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو هذا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وديروا لي لايك ما تنساونيش. والسلام عليكم ورحمه الله.